من احلى الاوردرات اللي بنطلعها اوردر الرز المعمر. زي ما انتم شايفين كده حاجه جميله جدا، يشرف جدا الطاجن الكبير ده. شايفين عامل ازاي؟ عاملينه بالقشطه واللبن وعاملينه بطريقه حلوه جدا. له تقنيات كده وله اساسيات عشان يطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده وبالشكل اللي يشرف ده. هنتبع الخطوات خطوه خطوه، عمره ما هيبوظ منك تاني، وهتحبي تعمليه وهينطلب منك وهتعمليه زي ما هو طالع من الفرن الفلاحي بالظبط. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركزي معايا وشوفي الخطوات واحده واحده. اي راجل اي ست هيقدر يعمل الطاجن الحلو ده. تابعونا واعملوا لنا لايك واعملوا لنا اشتراك، وشكرا ليكم. نشوف بقى هنعمل الطريقه ازاي. تابعونا ويلا بينا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عايزه اعلمكم كذا تريكايه النهارده عشان نعمل الرز المعمر ونطلعه اوردر حلو كده في الطبق الفويل ده. اول حاجه الرز طبعا متنقي ونضيف زي الفل. بنحط نص المقدار، يعني عارفين شايفين كده نص الارتفاع بنحطه ايه رز قبل ما يتغسل وقبل اي حاجه. هنغسله غسله كويسه جدا وننقعه ونكمل نشوف هنعمل ايه. هفضي بقى الرز كده، هغسله وانقعه 10 دقايق بس. دي طريقتي من زمان جدا في الرز وبيطلع ناجح جدا. لازم يتنقع 10 دقايق. بتعملي ايه بقى عشان تسوي في الفويل ده؟ طبعا خفيف جدا وبيتلسع بسرعه من النار، فبحطه على صينيه الومنيوم مدوره مستطيله اي حاجه، المهم انها تستوعب. الرز المعمر من الحاجات البسيطه جدا. عايزه تطلعي اوردرات طلعي اوردرات، بس لازم تكوني مخلصه، لازم تكوني بتعملي كانك بتعملي لبيتك بالظبط. المقادير اصرفي على حاجتك واعمليها كويس، وقولي سعرك، واللي هيقدر شغلك اكيد هياخد منك. اول حاجه بقى، انا دلوقتي معايا 4 كوبايات من الكوبايه دي، يعني دول 4 كوبايات يعني كيلو وشويه. هاخد لهم 4 معالق ممسوحين كده من المعالق الصغيره ملح، يعني كل كوبايه معلقه ممسوحه صغيره من الملح. ما تقليش ايدك قوي علشان ما يطلعش حادق اهو. تاني حاجه بقى، عندك قشطه، القشطه فلاحي جميله جدا، هنحط عليه القشطه. شايفين قشطه فلاحي جميله جدا. حطي كده واصرفي على الحاجه تطلع جميله ونفسها جميل. خلاص هنقلب بقى المكونات دي. حطينا قشطه ليه وما حطيناش سمنه؟ لان السمنه في حاجه اسمها ايه التوتر السطحي كده او حاجه زي كده، يعني حاجه علميه. لما بتحطي السمنه او الزيت بيفصل اللبن عن الشوايه فما يحمرش اللبن. هو الاحمرار بتاع الرز المعمر بيجي منين؟ بيجي من احمرار اللبن نفسه. فلما نيجي نعمل الرز المعمر نحاول ان احنا ما نحطش سمنه خالص غير لما يعمل الوش الاحمر الجميل ده. يبقى احنا اول معلومه بقى ان احنا ننقع الرز 10 دقايق، لان الرز المعمر لازم ياخد ميه، فاحنا بنحطها له في النقع. وبعدين تاني حاجه بقى بتحطي القشطه اللي انت محوشاها من وش اللبن او شارياها فلاحي زي ما انا شارياها كده. تمام. حطينا القشطه والملح. كل كوبايه رز عليها معلقه ممسوحه صغيره من الملح. يبقى انا حطيت 4 كوبايات من الرز، 4 معالق ممسوحه من الملح، 3 معالق او 4 معالق من القشطه، انا زودت معلقه، وقلبتهم كويس في بعض قوي كده علشان الملح ما يبقاش متركز في حته واحده. اللبن مغلي. هعمل ايه؟ هحط 4 كوبايات لبن. زي ما قلت لكم انه لازم نحط له ميه لنجاح الرز، لازم نحط له ميه، فالميه دي بياخدها في ال10 دقايق بتوع الايه النقع. تمام. طبعا لما نقعته زاد شويه كده في الطاجن زي ما انتم شايفين. ادي الكوبايه الرابعه وكده تمام قوي زي الفل. هنقلبه كويس وندخله.
بصوا بقى يا اخواتي ويا بناتي، ست البنات وست ستات اللي هتعمل الرز وهتتعلموا مننا. زي ما قلت لك كده، شايفين ادينا قلبنا كله كله علشان الملح ما يبقاش متركز في مكان واحد. اللبن بيبقى سخن، بتحطيه سخن كده. بتولعي الشوايه الاول لو الفرن بتاعك مش بيحمر كويس. يعني لو الفرن بيحمر كويس هنحط الطاجن في النص على الصينيه الالومنيوم كده، وهنحطه في نص الفرن ونولع الفرن من تحت ونسيبه لحد ما وشه يحمر، وبعدين نبدأ نغطي. لو فرنك ما بيحمرش كويس وهيخلي الوش ينشف واللبن يتشرب من غير ما يعمل وش مطربش وجميل كده زي الفرن الفلاحي، هنولع الشواية عليه الأول ونتنينا متابعين علشان الوش ما يتحرقش، ياخد لون جميل كده، ونطفي عليه وبعدين نولع تحت ونسيبه بقى يستوي، ونوطي بعد تلت ساعة كده ولا حاجة عليه النار. لما الرز بقى ياخد اللون الحلو ده على طول نطفي فوق، انا قايد عليه الشوايه، على طول نطفي فوق ونقيد تحت ونسيبه حوالي نص ساعه او تلت ساعه، وانا بعد برضو الشبكه عن ارضيه الفرن علشان ما يلزقش قوي. بعد تلت ساعه او نص ساعه كده تلاقيه اتشرب خلاص، توطي عليه جدا. معانا بقى احلى صينيه رز معمر. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه واللون الجميل جدا. عايزه اقول لكم ان هي طريه قوي، مستويه. انا شفت من جنب من الجوانب كده عشان ما نشوهش الصينيه. بس شايفين حبايه الرز عامله ازاي، شايفين الجمال، حلوه قوي. عايزين بقى نخليها دسمه اكتر، مستويه وتحفه. طبعا هو فيه لمعه جميله عشان القشطه اللي احنا حاطينها. عايزينه يلمع اكتر او عايزين نزود السمنه فيه، بنفرم كده على الوش، وتكوني مسيحه بقى حته زبده حلوه كده او حته سمنه بلدي. بالصدفه انا مسيحه سمنه النهارده، فهاخد كده وارش على الوش. زي ما انتم شايفين كده احلى طاجن رز معمر بنطلعه اوردر، تحفه قوي. ده اكبر طاجن، اللي عاوز اصغر بنعمل له. زي ما انتم شايفين كده حاجه عظمه، يشرفك في العزومات، تعملوه على الغدا مع صينيه بطاطس كده، بيبقى طالع تحفه جدا. تابعونا يا جماعه، تابعونا واعملوا لنا لايك واعملوا لنا كومنتات حلوه ايجابيه كده ونكمل. شكرا ليكم والسلام عليكم.